الكفتة المشوية أو كفتة الحاتي عملناها بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة. عملنا منها سندوتشات جامدة جدا مع شوية البصل الجامدين جدا دول مع شوية طحينة. وصفة من وصفات العيد هنجربها معاكم وهنعملها حاجة خطيرة مش هتشتريها من بره تاني. يلا بينا على طول نشوف المقادير والوصفة بتاعتنا اللي احنا عملناها ايه. تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. شيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم وكل سنة وانتم طيبين. يلا بينا نشوف الوصفة الجامدة دي عملناها ازاي. عندي نص كيلو لحمة مفرومة فيها نسبة دهون. الكمية اللي تحبيها زي ما قلنا هاتيها، عايزة ربع عايزة نص عايزة كيلو اللي انت تحبيه. تمام. عندي بصلتين كبار بشرهم ومصفية المية بتاعتهم وركناها على جنب. تمام. عندي ربطة بقدونس واخدة الورق منها ومقطعاها وغسلها حلو جدا. التوابل بقى عندي بهارات لحمة، عندي معلقة فلفل اسود صغيرة، معلقة توم بودر، معلقة على بصل بودر، الاتنين مع بعض يعني معلقة كده واحدة. ممكن نستغنى عن التوابل دي كلها لان احنا جايبين ايه كيس اللي بيزود المفروم ده فيه توابل، بس انا بحب احط شوية توابل كده بسيطة بتديني طعم وريحة وحاجات حلوة كده بتبقى مخلية الاكل ايه ملعلع كده. تمام. وهنا دي معلقة صغيرة حبهان. تمام كده. عندي هنا معلقة صغيرة ملح لان التوابل برضو عندي فيها ملح، معلقة كبيرة بيكنج باودر. تمام. هنا بقى هنبتدي في ايه نعمل ايه. عندي كيس المفروم ده هجيب بولة كده هركن دي بس الاول على جنب مش هحتاجها دلوقتي، وهركن الصينية دي برضو على جنب اهو. وهجيب بولة كده اهو وهحط فيها الكيس خلطة المفروم هحطه كده كله اهو. وهعمل ايه تاني، هحط عليه نص كوباية مية بسم الله اهو. وهديله تقليبة حلوة كده واركنه على جنب قد 10 دقايق كده. تمام. هديله تقليبة كده لغاية ما المية تشرب التوابل كلها اهو. واركنه على جنب. خلاص حطيت الخلطة كده في المية وسبتها بصوا تشرب ميتها وهسيبها قد 10 دقايق كده لغاية ما اخلص اللي انا هعمله. هبتدي بقى اعمل ايه دلوقتي. هجيب الصينية او البولة اللي انا هشتغل فيها. انا هشتغل في الصينية كده قدامكم. هنزل بالبصل المفروم بسم الله. ادي اللحمة اهي وادي البصل المفروم اهو والبقدونس هنزل بيهم كلهم كده بالشكل ده مع ادي اللحمه والبصل والبقدونس. تمام. وهنا هنزل بالملح والبيكنج باودر بسم الله وبالتوابل بتاعتي. كان بقى انا ما عنديش بابريكا، لو في بابريكا يا سلام هتحطي عليها تبقى خطيره جدا. وهدعك كل الكلام ده في بعضه. تمام. وانا بدعك اللحمه مع البصل مع التوابل حاطه فحمايه على البوتاجاز محضراها كده ايه على البوتاجاز كده تتظبط لغايه ما ادعك اللحمه مع البصل وهقول لكم هنعمل ايه تاني. دعكت اللحمه حلو جدا مع البصل ومع التوابل ومع الخضره. ممكن تضربيها في الكبه وتنعميها في الكبه وممكن تعمليها على ايدك، بس انا عملتها على ايدي سهله جدا وما بتاخدش وقت. وبصوا بقى مفتله ازاي ما شاء الله عليها حلوه جدا. في المرحله دي بقى خلاص التوابل اللي انا جايباها كيس خلطه المفروم اتظبط خلاص وشرب الميه كلها. هنزل عليها كده باللحمه على اللحمه كده بسم الله الرحمن الرحيم وابتدي ادعك دعكه كمان حلوه جدا جدا جدا. دعكت كل بقى التوابل مع اللحمه المفرومه. بصوا ريحتها خطيره جدا جدا جدا. عملت كده فتحه من النص ليه بقى، علشان هجيب عندي كده اي حاجه مج صغير طبق صغير حطيت فيه حبه زيت وهنزل بالفحمايه اللي انا ايه جبت فحمايه اهي على النار هنزل بيها كده هنا اهو. احط
احطها كده، وبرده ممكن احط حبة زيت عليها. بسم الله. ونبتدي نغطي تغطية بقى حلوة كده، نقفل عليها القفلة دي ونسيبها بقى قد ايه، نص ساعة، ساعة، الكلام ده كله. نسيبها تتظبط مع نفسها وتاخد الريحة بتاعة الفحم، وهنرجع نقول هنعمل ايه تاني. يلا بينا نكمل بقية الوصفة بتاعتنا. يلا بقى نشوف بقية الوصفة هنعملها ازاي. عندي هنا مية البصل، لو عندك بابريكا هتحطي معلقة بابريكا، تمام. ما عندكيش بابريكا وعندك معلقة صلصة، تمام. انا ما عنديش بابريكا وصلصة، فهبتدي اعمل ايه، هحط كده عليهم معلقة رشة فلفل اسود، حاجة كده بسيطة، بس رشة صغنونة كده، تمام. وهحط ملح، لا مش هحط ملح، تمام، يعني ممكن ملح بسيط جدا. احط حبة زيت، احط رشة ملح صغيرة كده، رشة صغيرة عشان ما تحدقش قوي، تمام. واقلبها في بعض حلو جدا اهو، واركنها على جنب بقى لغاية ما نيجي ايه نصبع الكفتة بتاعتنا، تمام. هنا بقى عندي بصل مقطعاه جوانح، بصلتين 3 كده، حبة حلوين كده نعملهم، تمام، مقطعوهم جوانح. عندي بقدونس احطهم عليه بالشكل ده اهو. هتبلها ازاي بقى، استني نركن ده على جنب كده وابتدي بقى ايه اشتغل. هنا البصل اهو، والخضره البقدونس هبتدي احط عليها معلقه كبيره سماق اهو، بيتباع عند العطار عادي، معلقه حلوه كبيره كده اهو، عشان دي بس معلقه صغيره. احط معلقه ملح حلوه كده برضو كبيره اهو، رشه فلفل اسود، رشه كمون، تمام. وابتدي ادعك كل الكلام ده في بعضه دعكه حلوه جدا. عملنا البصل مع البقدونس والسماق، بصوا عايزه اقول لكم خطير جدا، ريحته تحفه وطعمه جامد جدا مع الكفته. يلا بينا بقى على البوتاجاز نشوي الكفته بتاعتنا. عايزه تشويها على الفحم، تمام. عايزه تشويها على البوتاجاز من فوق، تمام. عايزه تحطيها في صينيه تصبعيها وتحطيها في صينيه وتدخليها الفرن، برضو تمام. اي طريقه من الطرق ديت هتبقى جامده جدا، بنفس الخلطه اللي احنا عملناها هتبقى زي بره واحلى كمان. يلا بينا بقى نشوي الكفته ونشوف النتيجه. حضرنا الشوايه بتاعتنا ايا كان زي ما قلنا بقى، حطيتها على البوتاجاز واديتها كده تسخينه، ودهنت الايه الشبكه زيت. هنا بقى اللحمه المفرومه خلاص ريحتها بقت فحم بقى، وكأنك جايباها على الفحم بالظبط. وهنا ادي ميه البصل، اي حاجه عندك بقى هتبتدي تقوري عليها. هجيب بلتها بالميه بتاعتنا كده، ونجيب حته اللحمه ونبتدي نقول بسم الله ونصبعها كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الحجم بقى اللي انت تحبيه، كبير صغير زي ما انت عايزه. عايزه اقول لكم خطيره خطيره خطيره، وريحتها جميله جدا، وطعمها ان شاء الله هيبقى حلو جدا اهي. ابتدي بقى كده، ممكن كمان نحطها زي ما قلنا في صينيه ونحطها في الفرن عادي، بس احنا بقى عايزين نحس ان احنا ايه جايبينها من بره بالظبط. اهو الصباع بصوا مسك نفسه وجميل. ابتدي بقى احطه على الشوايه اهو، وهكمل بقيه الكميه وهقول لكم هنعمل ايه تاني. ما شاء الله، عايزه اقول لكم تحفه، جوسي كده وطريه ولونها جميل. هي طبعا لسه ما كملتش السوا بتاعها، بس عايزه اقول لكم خطيره. هكمل بقيه الكميه، اغطيها كده بقى واقفل عليها وارجع لكم على طول. الكفته جهزت، عايزه اقول لكم خطيره وجوسي وجميله جدا، ريحتها تحفه قوي وطعمها خطير. بصوا مستويه من جوه، طعمها جامد جدا جدا جدا. يلا بقى نعمل سندوتشين كده حلوين. اول حاجه نبتدي نجيب بقى شويه بصل من الجامدين المكرملين بقى اللي احنا عاملينهم دول، نحطهم في السندوتش كده
عيش ابيض حلو جميل او عيش بلدي برضو شغال. نحط صباع الكفته كده، الحجم طبعا اللي انتوا تحبوه هتعملوه. تمام، عايزينها كبيره صغيره زي ما انتوا عايزين. عملنا هنا شويه طحينه كمان، هنزل لكم الفيديو اللينك بتاعها في صندوق الوصف. ناخد بقى كده ونعمل كده حاجه خطيره خطيره. نعمل كمان سندوتش برضو، وعملنا سندوتش بقى كده تاني، وتضموا السندوتش وتحطوا طحينه وتاكلوا احلى اكله. حاجه خطيره جدا، ريحتها جميله جدا، طعمها احلى. لحمه صافي اديتنا كميه كبيره جدا، احسن من بره طبعا. يعني نص كيلو لحمه عمل لنا تقريبا كيلو كفته. حاجه جامده جدا، لحمه صافي من غير اي اضافات تانية غير التوابل بس. عايزاكم بقى تجربوها بالطريقه دي. متنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وربنا يديمها علينا نعمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.